لو دخلتي رمضان ودماغك زحمة زي ما هي هتتعبي حتى لو ما عندكيش شغل كتير. أنا هبة فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي An Egyptian Girl، ودي سلسلة قبل رمضان. أهم تحضير لرمضان تنظيف دماغك زي تنظيف البيت بالظبط. وفي التنظيف ده هتجيبي ورقة وقلم وهتكتبي كل حاجة جواكي، قرارات متأجلة، حاجات خايفة منها، ناس مضايقاكي. دماغك بسبب الزحمة دي بالظبط زي المطبخ بعد عزومة كبيرة، مش هتعرفي تقفي أو تطبخي فيه من الكركبة. هتكوني مرهقة من الجو المكركب اللي حواليكي، مش من المهام اللي عليكي. العقل الزحمة مش بيفكر بوضوح ولا هيخليكي تمارسي عباداتك بهدوء وسلام وخشوع. فالنهاردة هتمسكي ورقة وقلم وتفضي كل الزحمة اللي جواكي. أول جزء القرارات المتأجلة، هتكتبي بالتفصيل امتى وفين هتعملي وتاخدي قرار ده وهيفرق ازاي في حياتك. رقم 2 الحاجات اللي انت خايفة منها، اسألي نفسك ليه خايفة منها وايه اللي ممكن يلغي الشعور ده ويحسسك بالأمان. ثالث واهم حاجة الناس اللي مضايقاكي. اولا افتكري ان رمضان شهر التسامح، فاعرفي كويس قوي ليه ضايقوكي ولمسوا ايه جواكي علشان تتضايقي، واعرفي ان في الاخر وفي الاول كلنا رسل في حياه. واكتبي ايه الدرس المستفاد او الرساله اللي انت محتاجه تعرفيها عشان الحاجات دي ما تتكررش. وهنعمل فيديوهات كتير عن التسامح وحقيقته في رمضان عشان تبدأي رمضان بقلب هادي وخفيف طول رمضان، عشان تعرفي تمارسي عباداتك الجميله بهدوء وسلام وخشوع. وتابعي سلسله قبل رمضان علشان تخشي رمضان وانت جاهزه كويس. بس خلاص.